ما انا قلت الزمالك مش هيجيب جون في الاهلي من لعب مفتوح. انتوا اللي ما بتصدقوش بس. اصل انا مش بقالي 11 ماتش بطلع بكلين شيت عشان يجي الزمالك اللي هو تالت الدوري يجيب فيها جون من لعب مفتوح. انت بقيت فريق قوي جدا من الناحيه الدفاعيه عكس السنين اللي فاتت. طالع السنه دي من 27 ماتش ل 28 ماتش ما دخلش فيه غير 7 اجوان في الدوري. وان شاء الله ده الدوري اللا هزيمه. انا خدت الدوري اللا هزيمه خلاص، انا حسمت الدوري وخدته من غير ما اخسر ولا ماتش. ما يهمنيش بقى الخمس ماتشات اللي جايين دول ايه، دول هيبقوا تحصيل حاصل كلهم. العب بقى بالناشئين، اجرب لعيبه كنت راكنها طول السنه، اعمل اللي انا عايزه. انا حاسم الدوري، دوري اللا هزيمه. وعلى قد ما الاهلي فرحنا، على قد ما كلنا زعلانين على والد مروان عطيه. ما ننساش كلنا ندعي له بالرحمه والمغفره. وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. النهارده هنتكلم مع بعض على الاهلي عمله في الزمالك في الشوط الاول بس. احنا ما لعبناش الزمالك غير الشوط الاول، والشوط الثاني احنا كنا بنلعب الناشئين بتاعت الاهلي، او احنا كنا بنلعب ماتش ودي. ما لعبناش. احنا نزلنا الشوط الثاني كنا بنتدلع. وهنبدا الحلقه بالتشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. وسط الملعب محمد فخري، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه. على اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال حسين الشحات، والمهاجم كهربا. وبسم الله الرحمن الرحيم كده. في الدقيقة 2 الهدف الأول لحسين الشحات. كرة تتلعب طويلة من محمد الشناوي لمحمود كهربا، يريحها على ناحية الشمال بتاع الزمالك لحسين الشحات ويسددها جميلة قوي. الهدف الأول في الدقيقة 3 على طول، كورة من محمد فخري لمحمد مجدي قفشة على حدود ال 18، يحطها ار جميلة قوي، لكن تيجي في القايم الشمال لمحمد صبحي. والكرة دي لو كانت جاب جون كان الماتش ده مش هيخلص أقل من 5. تتكلم انت جبت جون في الدقيقة 2 وكنت هتجيب التاني في الدقيقة 3 ولا 4، فانت كنت هتبقى كلفت الزمالك كله في اول 10 دقايق. كنت طلعت الزمالك بره الماتش. من الدقيقه 3 لحد اول ربع ساعه من الماتش انت كنت بتمشي الماتش ايه يعني. انت كنت واخد الزمالك بتنسيه اللي انت جبت فيه جول، تلعب كوره من تحت، عمال تمريرات كتير ما بين المدافعين ونص الملعب. انا جبت فيك جون بس انا بلعب معاك بالراحه، انا مش هجيب التاني ولا اغفلك في التاني ولا في التالت ولا اي حاجه. انا هلعب معاك واحده واحده لحد ما تنسى ان انا جبت جون. ونخش على الدقيقه 15، كام باص من قفشه وعلي معلول وحسين الشحات توصل لكهربا جميله قوي، يحطها تشيب من فوق الحارس ويشيل حسام عبد المجيد على خط الجول. في الدقيقه 16 يظهر الزمالك باول هجمه عن طريق سيد نيمار، يعدي من واحد من ناحيه الشمال من ياسر ابراهيم تقريبا، ويحاول يحطها للشناوي في الضيقه، لكن الشناوي كان فايق ومسكها بسهوله. في اول تلت ساعه بقى انا كنت شايف الشناوي بيطلع الكرة من تحت للثلاثه المهاجمين حلو قوي. وكانت تمريراته يعني ايه غير اللي احنا متعودين عليه من الشناوي، اللي هو بيطلع التمريرات مظبوطه من رجله لرجل اللاعب، ما بيصعبش الدنيا على نفسه. يعني انا مش عارف دي كانت تعليمات من كولر ولا هو الشناوي ايه كان بيحاول يلعب سرعه على طول من ورا لقدام اللي هو بيسرع اللعب. بس كانت تمريراته جميله قوي، وانا حتى ايه قلت الشناوي تقريبا هو متدرب على حاجه، او هم في حاجه متفقين عليها ان كذا كوره لعبها من ورا لقدام جت مظبوطه وجت كويسه، غير المتوقع من الشناوي اللي هو ما بيعرفش يلعب برجله وكده. في الدقيقة 26 بقى كرة من بيرسي تاو كل فيها حاتم سكر من ناحية اليمين من نص الملعب كده، كله بظهره كده ولف في ظهره وعدى الوش للجون، وبيجري هو والجون، يعني هو واثنين لعيبة من الزمالك ومعاه كهربا وحسين الشحات فاضيين، لكن هو قرر عدى من محمد عبد الغني كمان وقرر ان هو يسدد. يعني هو كان معاه قرار ان هو يلعب لكهربا ويلعب لحسين الشحات، كانت تبقى افيد بكتير واحسن، لكن هو قرر ان هو يشوطها ايه في مدافع الزمالك وتنتهي الهجمه على كده. في الدقيقه 28 الكره اللي اتكلمنا عليها في حلقه امبارح ان نص ملعب الزمالك مش بيغطي حدود ال 18 كويس، وان دايما هتلاقي لاعب في ظهر لعيبه الزمالك في نص الملعب فاضي تماما على حدود ال 18 او جوه ال 18 فاضي. كره لعلي معلول من ناحيه الشمال ومحمد مجدي قفشه كان قاطع على ال 18 فاضي خالص، وعلي معلول قرر برضه ان هو يلعبها عرضيه. لو كان رفع عينه بس ثواني كان شاف قفشه فاضي على حدود 18 كان حطها له، كان هيحطها مستريح قوي في اي زاويه من الاثنين وكان هيبقى الجون الثاني وبدري قوي. في الدقيقه 35 بقى العالمي حسين الشحات يقرر يبعت صاروخ لمحمد صبحي عشان يجيب الجون الثاني من غير محمد صبحي ما يشوف الكوره. هو قام بعد الكوره ما جت جون، قام يتخانق مع مدافعين الزمالك يقول لهم انا ما شفتهاش على اساس ان هو في حد من دفاع الزمالك غطى عليه
بس هي اصلا الكوره ما تتشافش. يعني لو مين، لو جنش ولا ابو جبل ولا عواد اللي واقف في الجون، ما كانش هيعرف يجيبها برضه. ما حدش يلوم على محمد صبحي. في الدقيقه 39 كرة من حسين الشحات يحطها الكهرباء على طبق من ذهب هو والجون، يحطها برضو بطريقه غريبه جنب الجون. يعني انت كنت رايح وشك للجون وانت في نص الجون، يعني انت مش متطرف ولا يمين ولا شمال، انت في نص الجون. عندك بقى ايه 6 متر ولا مش عارف 7 متر الا 20 سنتي فاضيين. انت قررت تشوطها ايه في 7 متر وشويه، قررت تشوطها جنب العرض. هي اوف سايد، بس انا بتكلم على كهربا اللي هو ما كانش موجود اصلا في الماتش. كهربا من اوحش 3 لعيبه النهارده في الماتش. لو هتعد على هتعد اوحش 3 لعيبه، فهو كهربا اولهم. طبعا هتعرفون في اخر الحلقه اسوأ 3 لعيبه وافضل 3 لعيبه. في الدقيقه 45 علي معلول يقرر انه يسدد هو بنفسه من خارج ال 18 ويجيب الجون الثالث. التسديد طول عمرنا بنتكلم على التسديد، وانا بعشق حاجه اسمها التسديد. بيحل ماتشات بتكون متعقربه ومتعقده، فانت كويس ان انت الباك الشمال عندك على حدود 18 وقرر اللي هو يسدد. يعني دي حاجه كويسه، وحاجه كويسه برضو ان حسين الشحات قرر يسدد من بره ال 18 برضو. دي حاجه انا برجحها ان هي ايه، يبقى عندك لعيبه بتعرف تسدد من بره وبترجع لها الثقه ان هي تجيب اجوان على حساب الزمالك. احنا طول عمرنا يبقى في لعيبه غايبه ومش موجوده بقى لها كتير ما بتجيبش اجوان، تيجي قدام الزمالك تجيب اجوان زي محمد شريف النهارده. وينتهي الشوط الاول بثلاثيه جميله، وتبقى انت خلصت الماتش وتطلع مش عايز اي حاجه تاني من الشوط التاني. وده فعلا الاهلي عمله. انت نزلت الشوط التاني كنت بتلعب ماتش ودي تقريبا، مش عارف انت ليه نزلت تدافع، بس ما علينا. يبتدي الشوط الثاني في الدقيقه 53 عبد المنعم حب يعدي من عمر جابر. يعني ايه حب يعدي منه في شبرين، مش عارف كان هيعدي منه ازاي. حاملين عليك كوير ومهاري وكل حاجه واتقل مدافع في مصر، بس ما تحاولش تعدي لي منه في حته زي دي. يعني انت المفروض يبقى عندك الخبره خلاص ان انت الحته دي مش هتعدي منه. انت خلاص انت اهو والمهاجم اللي قدامك اهو، مش هتعدي منه في الحته دي. انت خدت المرمى بتاعك اهو، هتديله ركنيه، اديله ركنيه احسن. عدت منك وعمر جابر خدها ولعبها لابراهيم ضاي دوت. لو تقيل شويه او هو لاعب مش على قده كان جاب جول، وكان الزمالك رجع للماتش، كان هيبقى 3-1 لسه في اول الشوط الثاني. كنت انت اللي دخلت الزمالك الماتش بكوره يعني ايه مش مستاهله. يعني ايه مش هم ما عملوش عليك هجمه ولا اي حاجه، هي غلطه مدافع. يعني بعدها بدقيقه على طول نفس الرعونه في الباص ونفس الفلسفه برضو من محمد الشناوي، ترجع لعبد المنعم يغلط تاني، وكنت هتكلف نفسك جون. وانا مش عارف اللعيبه كانت نازله الشوط التاني مالها. يعني انت كنت نازل انت استسهلت الماتش، وانت كده كده اصلا قبل ما تنزل انت عارف ان انت هتلاعب فريق مش في مستواك السنه دي، انت بتعمل موسم استثنائي. فانت عارف ان انت نازل تلعب الفرقه دي ونزلت كلتها الشوط الاول. ما كنتش نزلت الشوط التاني بقى كده. يعني ما كنتش نزلت الشوط التاني مستهتر بالطريقه دي وكانوا هيجيبوا فيها جنون ورا بعض بسبب ان انا بستهتر ولا انا بلعب برعونه. لازم يبقى فيه كلام من المدير الفني. ايا كان الفرقه انت بتلعب قدامها العب لعبك. انت كان في ايدك ان انت تكسب الزمالك 5 و6 لو كنت قصت الشوط التاني زي ما انت، بس انت سبت الكوره للزمالك الشوط التاني مش عشان هم كانوا حلوين، انت اللي سبت الكوره. انت اللي قررت تنزل الشوط التاني تسيب الكوره وترجع تدافع. وتيجي الدقيقه 59 كوره للجزيري ناحيه الشمال، ياكل ياسر ابراهيم كان بيجي معاه على الخط. مش عارف انت الجون بتاعك الناحيه دي، انت كنت تجري عليه وقافل عليه الناحيه دي ليه؟ يعني انت كنت تجري جنبه هو على الخط والجون هنا، وانت كنت بتجري واقف جنبه هنا ليه؟ مش عارف. يعني انت كنتش مغطي الجون بتاعك، انت كنت مغطي اللي هو يباص لبره، وفي الاخر بصل بره برضه. وغلط ساذج قوي من ديانج. الكوره كانت عدت خلاص اصلا من زيزو، وكان زيزو باع نفسه اصلا وخسر الكوره، وديانج قرر ان هو يعمل ضربه جزاء. انا والله لما شفتها في القعده قبل ما محمود البنا يرجع للفار انا قلت ضربه جزاء. وانت ما اتحسبتش ضربه جزاء يبقى الحكم ده ما بيفهمش حاجه، والحكام اللي قاعدين في الفار دولت نايمين او بيشربوا شاي. فانت مش عارف ديانج كان ماله اصلا النهارده، وكانت الكره بتجيله ويقف عليها كتير. الكره تجيله يستلمها ويفضل واقف. باصات غلط كتير وديانج كان زي الزفت النهارده ربنا يرحمه. وتيجي ضربه جزاء للزمالك، يخش زيزو يسجل هدف الزمالك الاول والوحيد في المباراه. احنا متفقين ان الزمالك مش هيجيب جون في الاهلي من لعب مفتوح. الزمالك جاب جون من كره ثابته اللي هي ضربه جزاء،
ولو كانت الكوره ثابته من حدود 18 برضه ما كانش هيعمل بيها حاجه. لذلك النهارده كان نازل اتفاجئ باللي حصل فيه في اول الماتش، وان انت ما مسكتوش كوره خالص الشوط الاول، فانت قتلتهم معنويا وعملت كل اللي انت عايزه ونزلت الشوط الثاني تدافع. انا مش مع ان انت تنزل الشوط الثاني تدافع، لان انت لو كنت نزلت الشوط الثاني لعبت كوره كويس كنت هتقدر تطلع بالماتش دوت 4 5 6 0. ما كانش الزمالك هيعرف يهاجمك زي ما هو هاجمك كده وجايب كورتين في العارضه. واحنا متكلمين مع بعض امبارح وكنا متفقين ان زيزو هيلاقي اللعيبه كلها مقفوله عليها من بره، ممكن يشوط من نص الملعب. هو فعلا هو شاط بعد نص الملعب بشويه والكوره جت في العارضه، الحمد لله جت في العارضه. احنا متكلمين عن النقطه دي امبارح وقايلين لازم يبقى في لاعب قافل على زيزو. زيزو بيعدل وهيشوط، ما خلوش شوط، اعمل معاه فاول ما يشوطش، لانه هو مميز جدا في التسديد. في الدقيقه 71 كره من الشحات لبيسي تاو، رايح هو والجون فاضي تماما، يستلمها مره ويزقها الزقه الثانيه من نص الملعب، يزقها زقه اول ما يوصل للكوره يكون محمد صبحي طلع خدها منه جوه ال 18. ودي اكتر حاجه تثبت لك ان بيسي تاو ما جاش النهارده الماتش. بيسي تاو ما عملش اي حاجه النهارده في الماتش عدله، كان زي الزفت بيسي تاو. في الدقيقه 76 يخرج بيرسي تاو وينزل محمد داو كريستو، ويخرج حسين الشحات وينزل طاهر محمد طاهر. في الدقيقه 80 يخرج قفشه وينزل رامي ربيعه. التغييره اللي انا ما فهمتهاش ومش عارف انت عملتها ليه. والله انت بتلاعب الزمالك وكسبان 3-1، بدل ما تنزل قفشه، بدل ما تخرج قفشه وتنزل رامي ربيعه، خرج قفشه ونزل القندوسي، نزل حد يهاجم. انت الهجوم عندك كان مضروب بالنار. خرج يا عم، عايز تنزل ربيعه، خرج ديانج اللي كان زي الزفت طول الماتش، ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيعمل اي حاجه، وبيخسر الكوره في معظم الوقت. فانت تخرج لي قفشه اللي هو بيوقفك على الكوره وبيلعب كوره من تحت كويسه، وتنزل لي رامي ربيعه عشان تدافع بخمسه؟ مش فاهم. في الدقيقه 85 تيجي ركنيه للزمالك تتلعب بالعرض، وزي ما احنا قلنا امبارح برضه ان ابراهيم نداي وحسام عبد المجيد والجزيري التلاته مميزين جدا في الضربات، في الضربات بالراس، التلاته مميزين جدا في العاب الهوا. يطلع ابراهيم نداي من وسط المدافعين كلهم يحطها، يتألق فيها الشناوي ويشيلها من على خط الجون، تيجي في العارضه وتطلع على نص الملعب. في الدقيقه 92 تعمل هجمه مرتده زي الكتاب ما بيقول بياسر ابراهيم، تنتهي بتسديده من هاني من خارج ال 18 جميله قوي يشيلها صبحي. في الدقيقه 93 على طول عرضيه من ديانج زي الكتاب ما بيقول بالظبط على الارض على حدود ال 18 للاعب اللي بيبقى فاضي على طول ونص الملعب سايبه لوحده، يحطها محمد شريف جميله في الزاويه البعيده لمحمد صبحي. وتخلص الماتش على كده 4-1، وتبقى انهيت الشوط الثاني 1-1، عشان ما يطلعش خالد الغندور يقول لك احنا الشوط الثاني كسبانين 1-0، ولما اسوريو عدل التشكيله احنا كسبنا، واسوريو كان نازل الشوط الاول بيألف. لا، انت خسرت عشان الاهلي كان عايز الماتش يخلص على كده. الشوط الثاني انت لعبت كوره عشان كولر اللي ساب لك الكوره، لكن انت لو احنا كنا نزلنا الشوط الثاني لعبنا كوره زي ما لعبنا عليك الشوط الاول، كنت تطلع الماتش ده خسران 5 و6، مش تطلع 4-1. بس هو كولر قرر ان هو الماتش يخلص كده، قرر اللي هو خلاص مش عايز حاجه تاني من الماتش. تنتهي المباراه بفوز الاهلي 4-1. عشان نروح لاخر جزء من الحلقه نتكلم عن افضل واسوأ 3 لعيبه من وجهه نظري، ونبتديهم من الاسوأ كالعاده. كان بيرسي تاو من اسوأ ماتشات بيرسي تاو مع الاهلي من ساعه ما جه، اوحش ماتش شفته بيرسي تاو، وده غير اللي انا متوقعه. كنت متوقع ان بيرسي تاو النهارده يعمل ماتش عالمي في دار احمد فتوح، وقلت ان ممكن يبقى من نجوم الماتش بيرسي تاو. تاني لاعب معانا محمود كهربا، اللي انا برضو كنت متوقع ان هو هيبقى عامل ماتش جميل برضو وماتش كويس في ظهر دفاع الزمالك. وتالت لاعب معانا اليو ديانج، سبب في ضربه جزاء، صنع جون وكل حاجه، بس اتسببت في ضربه جزاء. كنت تقيل قوي في الطلوع بالكوره من نص ملعبك، كنت دايما الاقيك بتستلم الكوره وتبص على الشناوي وتلعب الكوره لورا، مش عارف ليه. وننقل مع بعض على طول لافضل 3 لعيبه
هو طبعا حسين الشحات في المركز الاول. في المركز الثاني محمد مجدي قفشه. وكان عاجبني الدور قوي اللي عامله محمد مجدي قفشه في الشوط الاول في الناحيه الدفاعيه. محمد مجدي قفشه انقذك من كذا كوره، كان هو الوحيد اللي موجود في المربع اللي فيه الكوره، ولولا هو كانت هتعمل عليك هجمه خطيره جدا وكان ممكن تنتهي بهدف. فتاني واحد معانا محمد مجدي قفشه، والتالت ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم دي من احسن ماتشاته، ما حسيتش انا بخطوره من ناحيه ياسر ابراهيم غير في الغلطه بس بتاعت ضربه الجزاء، ان هو ما كانش مغطي على سيف الجزيره عدل. بس كده. لو وصلت معانا لنهايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتستنى الحلقات الجديده. سلام.